حسبي الله ونعم الوكيل. إن لله وإنا إليه راجعون. في القلوب البشرية، خوتنا وحبابنا المتتبعين، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. أنا في صراحة ديال الله تقريبا مدة ديال أكثر من سيمانة وأنا مصدوم في هذا الموضوع اللي غادي نهضر فيه، وكنشوف أنا ما كاين حتى شي خبر ديال أو لا شي علاقة ديال الاعتقال ديال المجرم اللي قطع الرجلين ديال داك الحمار او ديك الحماره في زاكوره. الناس كيقول لك الله يرحمنا، الله يعطينا الشتاء، الله يرحمنا، الله يشوف من حالنا، الله يرحمنا في وجه البكمه، الله يرحمنا في وجه الحيوانات. وملي كطيح الشتاء وما كتكونش الشتاء وكيكون الجفاف وكتجي الشتاء، واحد اللحظه كيقول لك ربي راه باقي كيرحمنا غير على وجه الحيوانات. الانسان تيقولها ولكن ما كيطبقهاش. هذا واحد المجرم من النواحي ولا من مدينة زاكوره، واحد الحمارة حاشا المتتبعين، خاصني ما نقولش حاشا المتتبعين على الحمارة، وإنما خاصني نقولها على داك المجرم اللي قطع ليها رجليها. فاش نذكر داك المجرم ونقول حاشاكم داك المجرم اللي قطع الرجلين ديال ديك الحماره اللي مشات ليه الدلاح ديالو. وانتم كتعرفوا هذا العام هذا كان الدلاح ممنوع ومنعاته الدوله على انه كيستهلك ولا كيقضي على الفرشه المائيه. وهذا الانسان هذا كاين شي بركه ديال الدلاح وما كاينش بزاف في المغرب، وهذا الانسان هذا مشات ليه واحد الحماره الدلاح ديالو خوتي وحبابي، ولقاها في الدلاح ديالو كتعتق غير روحها مسكينه، ما غتدي للدار، ما غتدي تبيع، ما هاد الحماره هذه مسكينه كتعتق بوحبل فقط لا اقل ولا اكثر. فهاد المجرم هذا ماشي اول جريمه اللي دار في الحيوانات على حسب الناس ديال المنطقه. فايت شد قال لك واحد الحمير وحدين اخرين، شدهم مشاو له لديالو ولا قصوا له الحاجه ديالو، ومشى شدهم وربطهم بالسلك في واحد الواد، وبقاو جالسين مساكن تيكرموا حتى جاو الكلاب كلاوهم وهما حيين. واش هذا غادي يحن في البشر؟ ربط لدوك الحمير مساكن اللي مشاو له الحاجه ديالو ولا مشاو له الفيرمه ديالو، ربطهم بالسلك في واحد الواد بعيد مخلوي، وخلى الكلاب كياكلوهم وهما حيين كيشوفوا بعينيهم. واحد المره واحده اخرى شد واحد الحمار ديال واحد الجار ديالو ودخلو عنده في واحد الكوري وربطوه وخلاه تيكرم بالجوع حتى ولا الحمار يابس، الجلد ديالو يبس عليه. جا واحد النهار واحد الولد من ولاد مول داك الحمار اللي مربوط، شادو داك السيد حجزوه في واحد الكوري، سولو قال له لا الحمار ديالكم انا ما شفتوش، هما عارفينه مجرم، عارفينه هو كيدير هاد الفعله هادي. واحد النهار كيدوز الاخ ديال داك الولد حدا داك الكوري كيسمع الحمار كيسمع الحمار كيدير واحد الصوت، يعني مسكين جالس كيكرم بالجوع، الجلد ديالو يبس عليه، الحمار باقي بالروح باقي ما ماتش. وهو كيجي عنده، مشى قال للخو هو كيجي عنده قال له الحمار ديالنا راه كاين عندك هنايا. وهو كيخرجوا لهم يابس غادي يموت، الموت شاده فيه مسكين. المهم جالس كيموت عرق بعرق، جالس كيموت. هاد المره هادي وربما يمكن شي حوايج اخرين يمكن ما ساقولهمش الخبر الناس ولا الله اعلم، يقدر يكون كيردم الحمير في شي بلاصه ولا الله اعلم، يقدر حتى البشر هادي يديروا اكثر من هادشي. حيوان شنو ذنبو؟ حيوان خاصو يعيش. ملي كتقول ربي كيرحمنا على وجه الحيوانات، ملي كتقول يعني كتعترف الانسان كيعترف بذنبو وكيقول لك حنا راه ما بقاش، حنا ما بقاتش الشتا كطيح على وديتنا، على المنكر اللي كنديرو، وعلى حنا ما بقيناش متقين الله، ما بقيناش كنتقربوا لله، ما بقيناش متدينين، ما بقيناش ناس كنرحموا، ربي ما بقاش كيرحمنا على ود الفعال ديالنا. يعني راه ربي ملي كيطيح الشتا كيطيح على وجه الحيوانات. هادشي كنسمعوا دائما عند المغاربه وكنسمعوا بكثره، ملي كطيح الشتا كنقول كيقولوا ربي كيرحمنا على ود الحيوانات. هذا العام هذا
ما غاديش نقول لكم انا في شي بلايص، ولا يمكن كاين شي بلايص ما عندهمش فلاحه، ولكن غادي نقول لكم على مدينه مكناس. مدينه مكناس هذا العام هذا يعني راه ما كان فيها والو. انتم كتشوفوا المدينه قدامكم، يعني المدينه فرقهم غير الشانطي على هذه البلاصه هذه اللي فيها الفيرمات. الناس اللي ولاد المنطقه ولا الناس اللي كيدوزوا في النواحي ديال مكناس كيعرفوا مكناس معروف بالفلاحه، معروف بالفيرمات. كيف ما كتشوفوا راه هنا ما كان والو. الشيء هذا الربيع اللي كيبان لك راه ما كانش كاع، ولكن راه كنعرفوش ربي على وجه من كيرحمنا. كيف ما كتشوفوا هنا الزرع تبارك الله، هذا راه كان يبس، هذا كان مشى كاع، هذا كان يبس كان مشى، ما كانش هذا الزرع مسكين بقى في الارض يابس. جات الشتاء ورحماتنا الحمد لله، كاين الخيرات تبارك الله، طاحت الشتاء الحمد لله، كاين الماء كاين الخير، اللهم لك الحمد. ولكن حنا ما مزيانينش وما متقينش الله، ربي كيعطينا وحنا ما كنعطيوش. حتى من العشور الانسان ما بقاش كيعشر على ملي كتعطيش انت ديال الله، ما كتعطيش ديال الله، فربي كيخلصنا على فعالنا، وكيخلصنا ربي على السنه وعلى الفرض اللي ما كنطبقوش وما كنديروش بوجه واحد الفقير. والانسان كيكون غني وما كيديرش بوجه واحد الفقير ولا. فاخوتنا وحبابنا اش غادي نقول لكم، انا هاد الحمار هذا الله العظيم، سبحان الله العظيم والله القسم، هاد الحمار هذا قطع لي القلب ديالي. نتوما كتشوفوا الحمار مسكين مقطع من الرجلين ديالو من اللور، قطعهم له بالجنوي. وكنشوف انا جا واحد الطبيب بيطاري وجا احسن بهذا الحيوان. ولكن رساله، كاين ناس، كاين انسان كيدوب فيه الدود، كيموت، كتعيا تناشد وكتعيا، وما كيجيش داك الطبيب مثلا يدير واحد الخير. اليوم جا بغى يدير واحد الخير مثلا في واحد الحيوان، ربما بغى يتشهر ولا بغى يبين، ولا ربما هو يمكن يدير الخير في الحيوان وما يديرش في الانسان، يمكن عنده معاه مشكل ولا عنده معاه سبب. هذه من جهه. واحد الجمعيه اللي غادي تدخل باش ترفق بهذا الحيوان وغتدخل باش تحسن به هذا الحيوان اللي هو قطع عليه الرجلين ديالو من اللور، من العصب ديال الرجلين من اللور، وخلاه مسكين طايح على الرجلين ديالو اللور، داك المجرم ديال زاكورا. هذه الجمعيه هذه دخلات يمكن باش تشهر ولا باش تجمع ولا شي حاجه. وكنشوفوا حنا كاين ناس كيناشدوا جمعيات، كيناشدوا وكيبانوا محسنين في الخفاء، كيصيفطوا وكيعتقوا الناس. ودوك الجمعيات ما كيبانوش، الجمعيات كيبانوا فقط باش يجمعوا على راسهم. الجمعيات العام كامل كيدوزوه غير في الادارات، غير كيمشيو يحضروا الاجتماعات وكيمشيو الادارات وكيقلبوا وكيضربوا على شي مثلا ميزانيه غادي يشدوها، وكيبقاو يتسناو ويجمعوا الوراق ويسينيو ويجاليزيو ويمشيو ويطرقوا كاع البيبان على باش يشدوا واحد الميزانيه باش يديروا واحد الغرض. وذاك الغرض ملي كيشدوا الميزانيه ما كيديروش، او كيدخلوا دوك الفلوس وكيديوهم كيضربوهم بيره وكيتعيشوا بهم الحياه في الليالي الحمراء وما كيديروا والو. وما كتشوف شي جمعيه شي نهار تحركات على واحد الغرض وتحركات الا باش تبان وباش تشهر او لا باش تجمع المال فقط لا اقل ولا اكثر. ولكن الغرض راه ما كيقضيوهش الجمعيات نهائيا. الجمعيات اللي خصنا يبانوا ولا المسؤولين اللي خصنا يبانوا ويتحركوا هي الاعتقال ديال هذا المجرم هذا، وكنطالبوا بالاعدام ديال هذا المجرم، لان هذا المجرم هذا ما فيه لا رحمه ولا شفقه. كيف ما ديك المره شفتوا ذاك القاوري اللي داز في ذاك الغنم ديال ذاك الانسان وبدا كيدهص وكيطحن فيهم بالسياره ديالو، ويمكن تشد شي مده قليله يمكن وخرج معاه وتتبعنا ذاك الاحداث يمكن ما غاديش يدي بزاف. فالحيوان شنو ذنبه؟ الحيوان اللي قرب الحيوان لازم يتعتقل او يتعدم او يتحكم بالاعدام او يتحكم بالمؤبد، لان الحيوان ما ذنبو حتى شي حاجه في هذا الكون هذا. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم.